صباح الخير، عاملين ايه؟ النهارده هنعمل مع بعض فراخ مشوية بطريقة سهلة جدا. اسهل واسرع طريقة. انا بسمي الاكلة دي الاكلة الانقاذ. بتتعمل بسرعة جدا ومبتاخدش وقت. في نفس الوقت تاكلي بقى فراخ مشوية حلوة بطعم وريحة الفحم. بيبقى طعمها خطير. النهارده هنعملها مع بعض بطريقة سهلة جدا، مش هتاخد وقت خالص وهتطلع معاكي احلى كمان من بره. تعالوا بينا نشوف هنعملها ازاي مع بعض. قبل ما نبدأ الفيديو مع بعض، لو أول مرة تشوفوني ما تنسوش تدوسوا لايك وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا فيديوهاتي باستمرار. يلا بينا نبدأ مع بعض. اول حاجه عندي هنا فرخه. طبعا غسلاها بالطحينه كويس قوي ومنشفاها. تقدري بقى تستخدمي اي كميه انت عايزاها. جبت هنا الفرخه وهعمل فيها كده فتحات بالسكينه، فتحات بسيطه قوي. ما تغرزوش السكينه للاخر قوي. وهجيب بقى هنا عباره عن بصل وفلفل رومي، فلفل سبايسي وطماطم وتوم. هنزل كده بالطماطم، هنا طماطميتين فقط. برضو جبت قرن فلفل واحد سبايسي وقرن فلفل رومي، 4 فصوص توم وبصلاية متوسطة. وعايزة اقول لكم الكمية دي تكفي لحد فرختين. معلقة كبيرة من الملح، نص معلقة من الفلفل الاسود، نص معلقة من البهارات، نص معلقة من البابريكا، وربع معلقة من القرفة، ونص معلقة من الكزبرة. واهم مكون عندي هو دبس الرمان. هنزل كده بمعلقتين كبار من دبس الرمان. ماشي. وبعدين هنزل ب4 معالق من الزيت، ومعلقة من العسل الأبيض، ونص معلقة من الكاري. هحط كده فنجان مية صغير قوي. وهطحن بقى كل ده في الخلاط، هو كل مرة واحدة وهيتطحن في الخلاط. هطحنه بقى كويس قوي. وهنزل بقى بالخلطة دي على الفراخ وهتبل الفراخ كويس قوي. هدخل كده التتبيلة في الفتحات اللي انا عملتها اهو كده. بس كده على طول. وطبعا هنا بقى مش هتقعدي بقى وقت في التتبيله، تقدري تستخدمي على طول. يعني حلاوه الطريقه دي ان انتي بتتبلي وتحطي على طول، ما تضطريش بقى تحطيها في الفرن من قبلها. او تحطيها في التلاجة قبلها بكتير، مفيش الكلام ده خالص. في الصينيه بقى بتاعتي هحط كده اي خضار انتوا عايزينه. انا حطيت بصل وحطيت فلفل واي نوع خضار انتوا عايزينه. انا هنا كمان حطيت بطاطستين، يعني دي مش صينيه بطاطس، بس انا عايزه اوريكم ان هي اي نوع خضار تقدروا تحطوه في الطريقه دي. وارص كده برضو البطاطس وهنزل بشويه كده من التتبيله. وهبتدي بقى ارص في الفراخ بتاعتي. بس كده. وهنزل ببقيه التتبيله على وش الفراخ. بس كده. حط بقى هنا طماطم. انا كان عندي هنا الطماطم الصغيره، طماطم شيري، تقطعي طماطم مكعبات، اي طريقه انت عايزاها. بس كده. هنزل ببقيه التتبيله وخلاص. اغطيها بقى بورق فويل. هو الافضل تحطي ورق زبده وبعدين ورق الفويل، بس ما كانش عندي ورق زبده، حطيت الورق الفويل على طول. واحطها بقى في الفرن على الرف الاوسط. قعدت معايا ساعه بالظبط. ساعه يعني حوالي بالظبط 55 دقيقة. وآخر 5 دقايق حطيتهم تحت الشواية عشان تاخد اللون المحمر الحلو اللي انتوا شايفينه ده. طعم بقى طبعا الفحم. جبت كده ورقة فويل صغيرة، قطعة كده من الفحم والتتبيلة والصوص كده اللي نزل من الفراخ والبطاطس. احطه عليه وحاجة بسيطة من الزيت، واغطيها تاني بالورق الفويل لحد لما الفحم يبطل يطلع دخان ولا اي حاجة خالص، عشان ريحة الفحم الحلوة دي تبان. بس هي لسه سخنة زي ما هي. بس كده. جاهزة معانا وسريعة. عايزة اقول لكم ما خدتش وقت خالص في التحضير. وبتسيبيها بقى في الفرن تستوي مع نفسها، مش كل شوية تبصي عليها، مش كل شوية تتابعيها. هي ما بتاخدش وقت خالص. سهلة جدا وسريعة. وطبعا بقى الصوص ده مع البطاطس اللي نزلت مع شوية رز كده، وتبقى أكلة متكاملة خطيرة. جربوا الطريقة دي في الفراخ المشوية، وأنا واثقة إن هي هتعجبكم وهتعتمدوها. وكمان تنفع جدا لوصفات رمضان.